طب والموقف ده ان هو ما يسلمش على الجمهور ويقدر الجمهور، لا الجمهور ده ياخد بالجزمه. دي طريقه علاء صادق، دكتور علاء صادق. الجمهور ياخد بالجزمه عادي، لكن لو هاجم انت عايز تخرب الاهلي، عايز تعمل. انا راجل من متابعين دكتور علاء صادق، اكتر من كذا فيديو انا متضايق. طريقته في الهجوم على اللي بيتكلم باي حاجه غريبه. اعتراضنا على مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب او سيدنا محمود الخطيب، يعني ان تحس ان انت لما تتكلم عن محمود الخطيب بقت مصيبه. يعني شويه ملفات زي دي ما تستحقش النقد منك يا دكتور علاء، ما تستحقش النقد منك يا باشمهندس عدلي. الحاجات دي البسيطه دي ما تستحقش النقد منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليكم متابعين قناه اهلاويه اسكندرانيه. في البدايه نصلي ونسلم على رسول الله، وما ننساش نشترك في القناه، ولو عجبك المحتوى اضغط لايك. يلا بينا. حلقه النهارده عن دكتور علاء صادق والباشمهندس عادل القيعي، احترامي الشديد ليهم، وانا من متابعينهم من زمان طبعا، من اول ما طلع ملك وكتابه، ومن اول ما الدكتور علاء بدا يشتغل على اليوتيوب. تابعه وبشوف حلقاته، وكان بيعمل 3 حلقات في اليوم، بعد كده بقوا حلقتين. الفتره الاخيره في تخبط جامد جدا في النادي الاهلي بكل اركانه، اعلاميا واداريا ولاعبيا وجماهيريا، يعني في حاجه كده مش متظبطه. اخر فيديو عملته عن احداث جوه النادي الاهلي كان ساعه ماتش باتشوكا، كنت متعصب جدا ان كهربا ضيع ضربه الجزاء وان هو حشر نفسه في اللعبه لكن طبعا سمعت من اكتر من كذا حد يعني، وفي الاخر منهم كهربا طلع مع ابراهيم فايق ان هو كان ترتيبه الرابع وده الترتيب العادي، فالعيب على كولر. انا مستر كولر ضده في حاجات كتير جدا وفي سلبيات كتير جدا، ما فيهاش انكار يعني، لكن يعني في حاجات كتير فنيه مش عاجباني، دي حاجه عاديه، ولكن مدرب اكيد كبير عمل بطولات، لكن في حاجات فنيه حتى من زمان جدا لما كان بيغير بعد الدقيقه 70. التغيير اللي كان بيعملها دايما متاخر كان دايما تضايقني. خلصنا من دي على جنب. طبعا دكتور علاء صادق ماسك، انتوا جمهور الاهلي هيضيع الاهلي، هيودي الاهلي، هيشيل الاهلي، هيحط الاهلي، وانتوا الاهلاويه اللي مش عارف ايه. اولا انا واحد هو بيتكلم على الاهلاويه اللي بيتطاولوا، الاهلاويه اللي بيتطاولوا يعني اللي بيغلطوا او كده يعني، وانا واحد من الاهلاويه ما بيتطولش ولا على حد مسؤول ولا غير مسؤول، مفيش داعي للتطول يعني. يمكن ساعه الماتش ممكن مثلا وانا بتفرج على الماتش في البث المباشر في الماتش تلاقيني يا يخرب بيتك مش عارف ايه بتاع، وقت الماتش بس كده بتعصب على اللعيبه، يا عم باظين يخرب بيت فقرك ده انت لعيب يعني في العادي كده، ما اقصدش لعيب بشكل ما، لكن بتعصب يعني ساعه الماتش بس. غير كده لما بتكلم في مشاكل عاديه بشكل محترم لكل الناس، اهلاويه زملكاويه ايا كان. فهو بيتكلم على الناس اللي بتتطور، هو رافض ده وضد التطور، التطور مرفوض. انك تمسك واحد تشتمه او كده ما فيش داعي ليه يعني، الدنيا ابسط من كده، ودي كوره في الآخر يعني كمان مش حاجه يعني دي كوره، ولو اصعب من كده مفيش داعي انك تشتمه. الدكتور علاء صادق ماسك بقى الامر اهلاويه واللي بيتطاولوا وعايزين يخربوا الاهلي وعايزين يعملوا الاهلي وعايزين يوقعوا الاهلي، وممكن في اهلاويه متآمرين او بتاع يعني، لكن ده عددهم قليل على السوشيال ميديا بقى، على بتاع مستفادين بياخدوا فلوس، الحاجات دي في كل حته، في زملكاويه كده اهلاويه كده ايا كان يعني، ويهمهم يوقعوا الاهلي او خلافه، كل ده في التمام مفيش اي مشكله، وان هم قصدهم حاجه معينه مفيش اي مشكله، لكن اللي يسكت اي حد ان انت تعمل شغلك صح. اعتراضنا على مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب او سيدنا محمود الخطيب، يعني ان تحس ان انت لما تتكلم عن محمود الخطيب بقت مصيبه، وده امر بقى غريب. يعني عادي ان انت تنتقد رئيس النادي واي حد، احنا كجمهور المفروض مفيش حد اكبر من النادي الاهلي، واللي يشتغل لصالح النادي الاهلي بندعمه، واللي ما يشتغلش لصالح النادي الاهلي بنقومه، يعني خد بالك انت كده بتعمل غلط او خلاف. هو بقى له فتره ماسك ان يعني هو مشيل الليله كلها الكولر. انا ضد كولر وضد حاجات كتير بيعملها كولر، لكن انت تشيله الليله كلها، واي حد ينقد مجلس الاداره يقول له انت كده غلطان. وطبعا لو هو على التطاول بس حاجه تانية، لكن انت مثلا لما كده اتكلمت على كولر هو قال انا ما عرضوش عليا لعيبه، انت قلت كذاب، وكلمه كذاب هي دي مش تطاول؟ يعني هو كولر يتطاول عليه عادي؟ خلاص سيبنا من كولر. اي حد من الناس اللي هي بتحاول انها يعني تدور على اخطاء وتعملها وتبوظ النادي الاهلي وتخربها، اي حد من الناس دي الحل ايه؟ انك تشتغل صح. ملف الصفقات ده الاهلي بيديره صح؟ رد انت المشاهد، دكتور علاء ايا كان مين، رد انت. انت شايف الملف بيتدار صح؟ يبقى كده في مشكله. الناس لما تقول الملف ده غلط وفي حاجه مش مظبوطه والفرقه متفضيه، لا انت تطلع النهارده في فيديو، ده اكتر من كذا فيديو، انا اكتر من كذا فيديو يعني انا مش راضي. انا راجل من متابعين دكتور علاء صادق، اكتر من كذا فيديو انا متضايق. طريقته في الهجوم على اللي بيتكلم باي حاجه غريبه، لكن المشكله في وسط ما هو بيقول انت عايزين تهدوا الاهلي، واي حد بيتكلم على مجلس اداره بيهد الاهلي، هو يمسك الكولر يشطفه.
المره اللي فاتت كانت ده في فيديو هداب، واخر فيديو عامله كان بيتكلم فيه بيقول لك كهربا، انت ده عين ده واصل معاك انك مش عايز تدخل كهربا القايمه. كهربا خلاص مضى مع الاتحاد تقريبا، او بيخلص اموره خلاص مع الاتحاد الليبي، وطلع مع ابراهيم فايق في سهره وخلاص، هو الراجل بيجهز نفسه انه ماشي. هو كمان اللي باعه؟ ما انا عايز افهم يعني، هو كمان اللي باعه؟ وسام المفروض كان هيخش ربنا يشفيه ويعافيه، الراجل اتصاب حس بشد اصبح ما ينفعش يخش معانا. كولر بيلعب بالاوراق اللي معاه. هو لو انت كنت جبت له مهاجم، لو جبت اي مهاجم ما كانش دخل بيه. خلاص انت طلعت اداره. مين اللي طلع كهربا؟ اداره النادي الاهلي هي اللي طلعت كهربا بناء على رغبه كولر مش رغبه كولر. المهم ان هو في الاخر طلع. جابوا له بديل، جهزوا البديل قبل ما يطلع. لا يبقى لسه كهربا ما سافرش، فهاته بسرعه بقى. واحد سهران، مش سهران على حاجه يعني، سهران في برنامج وخلاص، هو مظبط حاله على موضوع يعني يبقى متمرن كويس وكده ويجهز عشان يروح يجيب فورمته في الاتحاد الليبي خلال 6 شهور. جميل. هو بعد خلاص عن خلاص دلوقتي هو بقى في نادي تاني او مركز في حاجه تانيه. فجاه كده تعالى خش معايا الماتش ده عشان في واحد اتصاب. ايه ازاي يعني؟ واللي باعه او اتفقوا على العقد بناء عن رغبه كولر ان اللعيب ده مش عايزه، او مفيش مشكله لو حب يمشي ايا كان، لو دي رغبته انت وفرت له البديل على طول. المفروض اللي يوفر البديل ده الاداره، ولا كولر يطلع يروح يمضي اللعيبه؟ دي نقطه. المفروض الاداره هي اللي كانت توفر اللعيبه. عدم توفيرها للعيبه ده هنا علامه استفهام ومشكله تتحملها الاداره. نرجع لها، بس دي تتحملها الاداره. امين. بعد ما اتهمت كولر اللي انا برضو ماشي بدافع عنه، ماليش دعوه يعني، الاهلي ربنا يوفقه على كولر او اي مدرب تاني كويس، ما عنديش مشكله لو مشوه دلوقتي، مش اللي بعده مدعم اي لعيب واي مدرب موجود، وبدعم مجلس الاداره بس على صح. مجلس الاداره بقى نتكلم عليه، لان اول حاجه احنا قلنا مشكله الصفقات حطها على جنب. تاني حاجه بكل بساطه في نفس الفيديو بالظبط اتكلم ان لعيبه جماهير الزمالك شتمت امام عاشور شتايم، وطبعا كالعاده التحكيم والمراقب ما كتبوش الكلام ده ولا عاجبهم الزمالك، وده كلام بيحصل والزمالكاويه ما بيتعاقبوش، جماهير الزمالك ما بتتعاقبش، وفي مشكله يعني ايه كده، او بيداروا على امورهم وبيعملوا يعني بيحاولوا ان هم يجاملوه. ما فيش مشكله عادي. راح لايم مين؟ قال انا مستغرب ان اداره النادي الاهلي ما اشتكتش الجمهور بتاع الزمالك ان هو شتم وسب امام عاشور. فالاداره ما اشتكتش ده ليه؟ ما اعرفش. هو اللي بيقول يعني. طب ما هو كده الاداره اهو عندها غلطات، ملف زي ده يشتكوا. اتكلم على الحكام الاجانب ان احنا المفروض نجيب حكام اجانب في ماتش بيراميدز، والنادي الاهلي ما قدمش ولا بعت طلب ان هو يجيب حكام اجانب. دي مشكله مين؟ اداره. كل دي مشاكل. ما تستدعيش ان انت تتكلم مع الاداره ان هي مقصره بشكل صريح. لا، مش هيحصل. الاداره مش مقصره، كولر هو اللي متسبب في كل ده. انا معاك ان كولر عنده مشاكل، لكن مش هو الشيطان الاعظم، مش هو شرير الاسره. في غلطات موجوده ملموسه. ملف الصفقات شكاوي. مهندس عادل القيعي بيتكلم ان احنا في حملات ممنهجه. يمكن كان مره كده اتكلم في ملك وكتابه ما عجبنيش الكلام، بس اخر حلقه كانت يعني لحد ما كلام كان كويس يعني، لكن كان دايما بيتكلم والجمهور واحنا علينا حملات من كل القنوات صح. وشفنا ده وشفنا كتير حتحوت وبحبوح وغندور وحنتوس كله مقضيه على الاهلي. انت هاجم الاهلي واقعد تخبط فيه، الحلقه تطلع ترند. الكلام الناس بتحب تطلع ترند على النادي الاهلي. كلامك صح، صح. الزمالك في مره قالوا خبر صحيح، يعني كان خبر صحيح، كان مش عارف اسمه كريم ايه يا رب اللي قاله، ولا مش عارف اسمه كان ايه كده، كان في قناه اون تايم زمالك. جاب خبر صحيح الراجل جاب خبر صحيح جوه نادي الزمالك. طلعوا عملوا وبيان اتقدم ان احنا مش هنتعامل مع قناه اون تاني، والولا راحوا جايبينه سيف زي الجو على التليفون. انا ما اقصدش، انا ده خبر ثقه. لا، الكلام ده بحصل، والخبر كان صحيح تقريبا برضه، عشان انا مش يعني ما كنتش قاعد تحت الترابيزه ما اعرفش، بس المفروض صحيح. وحتى لو مش صحيح وغلط، الزمالك عمل اجراء، ادارته عملت اجراء خلت قناه اون تتكهرب، وما حدش يتعامل مع قناه اون، وبيان بقى ومش عارف ايه. يا باش مهندس يا اللي انت دلوقتي شغال يعني بتقدم برنامج في النادي الاهلي، وجه كلامك للاداره، وانت شايف ان احنا علينا حمله من كل القنوات ان هم يقطعوا كل القنوات اللي بتهاجم النادي الاهلي، وعلى راسهم القناه اللي بتبث مباراه الدوري حصري. اما بتقعد تهاجم من الليسي وسيف زاهر على مسافه واحده وابراهيم عبد الجواد والناس اللذيذه دي، ويعني ايا كان المذيعين اللي بيطلعوا، مش عارف المحمودي او كده، هم 4 مذيعين دلوقتي في الوقت الحالي بعد ما شوبير سابهم وابراهيم فايق وكده. فالاربعه دول بيستضافوا ضيوف، بيخبطوا النادي الاهلي، بيهاجموا النادي الاهلي، منهم الغندور سيف زي اللي يجيبه هو اللي يخبط، ابراهيم عبد الجواد مقضيها تخبيط، كل واحد تمام. انت بقى خطابات جامده ان انا مش هتعامل مع القناه دي ومفيش تصوير ومش هنصور اي حاجه وممنوع نتعامل عليها بسبب. اعمل انت. الاداره هي اللي بتعمل ده مش انا. الاداره هي اللي بتعمل ده مش انا، ولا كولر هو اللي يعمل ده.
انت شايف قنوات بتهجم علينا يا باشمهندس ويا دكتور علاء، باشمهندس عادل القيعي، الاداره فين؟ ملف الصفقات فين؟ حط على جنب عشان الدولارات ممكن تكون فيها مشكله شويه لدرجه ان انت ما عرفتش تطلب حكام اجانب عشان ممكن الدولار، خلاص خليها على جنب، دي مشكله عامه عشان نقدر ان احنا نجيب حكام اجانب ورا صفقات بالشكل المناسب عشان في موقف معين من العمله نقدر الاداره فيها وبتاع. الصفقات المصريه العاديه فين شغلك في عليها قبل كده؟ كولر مش مقتنع باي صفقه، خلاص هنعمل ايه بقى؟ كولر هو اللي غلطان، تمام غلطان. طب بالنسبه للاداره اللي ما قدمتش حكام اجانب عشان العمله عشان تمام، بالنسبه للاداره ما قدمتش اي خطوات، توقف فيها القنوات دي عند حدها، تطلع بيان توقف القنوات دي عند حدها، على الاقل القناه البث المباراه الدوري بشكل حصري توقفها عند حدها، واي حد يخبط ويتكلم يقف عند حده. لا الاداره ما عملتش كده، حاجه بسيطه اهي، حاجه ما فيهاش مشكله. طب ملف الصفقات احنا متاخرين فيه وفي كعبله، الفرقه والهيجان اللي حصل بتاع كابتن رمضان لما اخد الاول وما رضاش يسلم على الجمهور اللي بيناديه ولا عبر الجمهور، والاداره ما خدتش ضده اجراء يعني موقف اهو ما فيهوش اي حاجه، ولا مثلا عمله صعبه ولا كعبله ولا حاجه. كابتن محمود الخطيب والاداره والناس اللي قاعده، كابتن محمد رمضان واحد ممثل الاداره من ارض الملعب اخذ اللعيبه وما خلاهمش يطلعوا يسلموا على الجمهور، يسقفوا للجمهور وخدوهم وطلعوا. ايه الاجراء اللي تم؟ ولا حاجه. عملوا معاه ايه؟ ولا حاجه. الايام بتداوم، واللي صلح الامور الجمهور، اللي صلح الامر الجمهور اللي بيحكم، والجمهور اللي كان موجود قال يا شناوي غور كل كهرباء وغور، يعني هجوم مفيش شتيمه. طلع دكتور علاء صالح ايه الشتايم، شتايم. كل اللي حضروا المباراه كل الفيديوهات اللي ظهرت من المباراه ما فيهاش شتيمه واحده. نفسي افهم انت جبت الشتايم منين، بس ما علينا. طب والموقف ده ان هو ما يسلمش على الجمهور ويقدر الجمهور، لا الجمهور ده ياخد بالجزمه. دي طريقه علاء صادق، دكتور علاء صادق، الجمهور ياخد بالجزمه عادي. لكن لو هاجم انت عايز تخرب الاهلي، عايز تعمل الاهلي، طب وكل بلاش. الدولارات والعمله عامله مشكله مع الاداره، فمش عارفين يتصرفوا في الصفقات والتحكيم. بيان بسيط عشان القنوات تحترم نفسها، معناه ان الاهلي مش قادرين. جمهورك اللي بيحصل صعوبه في دخول المباريات، ما بقولكش سهل له الامور، ده مش عارف انت الرابطه الموجوده اللي مكتوب عليها اهلي فاميلي والشباب اللي بادئين عايزين يعملوا رابطه على الهادي منه، فين ايد المساعده؟ يعني ايه الاقي 50 60 شخص تقريبا هم المتصدرين المشهد بقدر الامكان ومفيش حد عارف يمدهم باي مساعده؟ والناحيه الثانيه الاداره مظبطه الجمهور بتاع الزمالك بشكل كبير من اعلامه، ما اعرفش بقى هل هم مساعدون بفلوس ولا الشباب لموا من بعضهم، ما اعرفش. بس انا متاكد ان في تظبيط حصل في مباراه السوبر الافريقي، اما كان الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض وكان الماتش في السعوديه. اما جت الصوره اللي شيكابالا طلع قال احنا شفنا صوره جمهور الزمالك 600 واحد فوق، ما كانوا 600 واحد هم كانوا 200 تقريبا او 200 وحاجه يعني تقريبا يعني بس هو كلمه 600 بس هو تضعيف وخلاص، اي حاجه فيها تفخيم بس ما علينا. لا 600 واحد قاعدين كلهم محشورين في اوضه واحده، مش في اوضه، هم اتلموا عشان ياخدوا صوره، يعني واضحه ان هم يلا شباب ناخدوا صوره ان احنا مع بعضينا، حاجه للذكرى، حاجه جميله، رابطه مسافره مع بعضيها وعايزه تاخد صوره، حاجه حلوه. بس محشورين في اوضه عشان يحضروا مباراه الزمالك، تمام جميل قوي. الناس دي ما كانتش محشوره في اوضه ولا صارفين من عرق جبينهم، واضحه. وان كان انا غلطان كده ما اعرفش، بس الواضح قدامي من قراءه المشهد على قد يعني ان الناس دي مسافره ومتخلص لها اوراقها وطالعه بجوازات سفر والامور زي الفل وداخله، ومحطوطين هم بقدر الامكان عشان الامكانيات ويكونوا مع بعض في مكان واحد. حتى كان في كاميرا بتعدي شباب يعني في اوض كتير، واحد بيعدي كل واحد بيحضر حاجه عشان التشجيع، جميله من الشباب، حاجه حلوه. واما جم اخدوا اللقطه في مكان واحد كلهم عشان ياخدوا لقطه واحده ويبعتوها للعيبه. هو فكروا ان هم محشورين مع بعض او جايين في كونتينر تهريب، يعني هو فاهم غلط، لكن هم جايين كلهم وكانوا محطوطين في اوض على ما اظن يعني بشكل طبيعي جدا، بس كلهم وقفوا في اكبر مكان لقوه، مكان كده كان مثلا طرقه او ممر كبير او حاجه، واخدوا كلهم صوره مع بعض، حاجه محترمه. بس مين ساعد كل المجموعه دي انها تطلع، اللي هم بيسموا نفسهم الكورفا سود، المجموعه دي عشان تطلع كلها مع بعض، تسهيل التذاكر، وجودهم، الدخلات، الرايات بتاعتهم، الاعلام والطبل، اداره الزمالك، ووجودهم في مكان واحد يمكن عشان التكليف او حاجه خلوهم في مكان وبتاع، وقدروا ان هم يروحوا يظبطوا دخلاتهم ويظبطوا امورهم. ومين ساعد كل المجموعه دي اللي هم 200 وي ممكن تقريبا او 200 الا يعني حاجه كده من الصوره تقريبا ده العدد. بس دول اللي هيقودوا الجمهور الزملكاوي الموجود في السعوديه، المصريين او الناس المتعاطفه مع الزمالك اللي هيحضروا، المجموعه دي اللي هتقودهم، هيبقوا هتاف ثم الباقيين هيبقوا معاهم فيعملوا شكل كويس ويحضروا دخلات ورسمات واعلام. مين ساعد؟ الاداره. اداره الاهلي بقى بتعرف تساعد في الحاجات البسيطه دي، هنسيبك من الصفقات اللي هي ملف مهم جدا وايا يكن هم كده يعني في تاثير كبير فيه، تمام، لا سيبك منه حطه على جنب. الحكام وان انت تطلب حكام اجانب في ماتشات مهمه عشان ما تتظلمش وعشان ما يبقاش فيه حكم جاي لك من بتاع ابو هوبا وابو نطه واللي بيقف يستنى انذارات للعيبه ولا فرق، خليه على جنب. كل ده يمكن الماده في النادي الاهلي او الفلوس مش حاضره،
يمكن في صعوبات، بيان تطلعه يعني تخلي القنوات تقف كده باحترام وتقول ان احنا مش هنتعامل مع القنوات دي ولا تدخلها النادي ولا ممنوع اي صحفي فيها يخش، وتهددهم بان اللي هو الهجوم اللي شغال على النادي الاهلي ده توقفهم عند حدهم. انك تعمل كده مش قادر، ده معناه ضعف ولا معناه هرش ولا معناه ايه؟ طب انك انت تساعد الرابطه الوليده الجديده دي، في رابطه بتحضر نفسها وبتحاول انها تاخد تصريحات امنيه، بتحاول انها تحضر، اداره الاهلي بتمد لها ايد العون ولا بتديها بايد الهون؟ افهم انا بقى في مساعده واحنا مش واخدين بالنا. طب الشباب دول يعني انتوا بتحاولوا انتوا تساعدوهم وتوفر لهم الدخول، لما يطلعوا مثلا في سفر شبه كده، مثلا ما احنا كنا مسافرين كانت رابطه السعوديه، ان احنا الحمد لله رابطه الاهلي رابطه الاهلي في كل مكان يعني جوه الخليج وفي الوطن العربي، رابطه الاهلي في السعوديه هي اللي استقبلت الموضوع كله وهي اللي كانت بتقود التشجيع. ان الشباب دي كانت المفروض تسافر، كنت تساعدهم ان هم يسافروا ويكونوا موجودين. هل اداره الاهلي قدرت ان هي تعمل الحاجه دي؟ يعني شويه ملفات زي دي ما تستحقش النقد منك يا دكتور علاء؟ ما تستحقش النقد منك يا باشمهندس عدلي؟ الحاجات دي البسيطه دي ما تستحقش النقد منك؟ ما تستحقش انك تشاور؟ او يا عم ما تشاورش، مهندس عدلي جوه القناه وليه تواصل مع الناس دي، هو مش شغال رسمي في اي منصب اداري لكن يقدر يتواصل معاهم، يقول لهم يا جماعه الجمهور، اللعيبه نفسها يخلص المباراه من هنا بتلاقي اللعيبه اجري على اوضه اللبس، واللعيبه الهلا هلا اقول له الاهلي يجي كله تلاقي الحاجه ياخد لك 5 6 7 خطوات والحاجه ده بسرعه، ما فيش وقت، داخل على اوضه اللبس والجمهور نابح نفسه وفي الاخر محتاج تحيه. ما بيهونش عليهم يا اخي انهم يقربوا لل 18، مش يعدوا اليفط، يقربوا لل 18، هي خطوتين على قوس الدايره بتاعت النص يعدوهم كده رافع ايديه، ولا حتى في الدكه يعمل لك كده يعني غوروا بقى بلا بتاع. الاداره قالت لهم، شافت وقالت لهم قولوا، ممثلين الاداره شافوا قالوا قولوا، الكباتن شافوا قالوا قولوا، قولوا ايه؟ يقولوا ان اللعيبه يا جماعه بعد المباراه لازم نقرب بقدر الامكان للجمهور في اقرب حته ليه. هل ده حصل؟ هل ده تم؟ لا. امال ايه اللي تم؟ شويه حاجات بسيطه تحسس الجمهور ان انت شايفني، ان اللعيبه تتجمع في نص الملعب وتتحرك كلها اقرب نقطه على الاقل لحد ال 18 تسلم على الجماهير، تسقف لها شكرا شكرا، راح جايين تكلين على الله، اتفضل عايز يجري بقى يجري. شويه حاجات بسيطه. لا بس لو اتكلمت على الاداره يا انت ملحد، كل الدنيا جايه على الاداره. كولر ممكن تذبحه عادي مفيش مشكله، ممكن تخليه هو الكبش الفدا، انا مش مع كولر، بس الكلام ما ينفعش انت مصدر واحد وهو ده اللي بيبوظ الدنيا، حتى اللعيب اللي انت مشيته كاداره وما جبتش مكانه كولر المفروض يتحمله. بعدين سؤال لكل الناس، سؤال لكل الناس، واصوم طبعا يعني لو سمعني دكتور علاء صادق ولا الباشمهندس عادل كده او اي حد، الاداره في حاجه غريبه، الاداره في حاجه غريبه، كولر بيكذب في المؤتمر الصحفي ما بيكذبش، مين خلى المترجم مهزوز وقلقان ان هو يترجم كلامه ومنعه؟ قال له اياك تترجم اي حاجه، خليه ترجم انت الكلام وهو يكذب، والاداره بقى تطلعه كذاب، شافته كذاب مشيه ما تمشيهوش براحتها. الضغط الموجود على المترجم من الاداره، العيب مش عيب مترجم، العيب من الاداره. عاقب المدرب لكن انت عاقبت المترجم، ما عاقبتوش بحاجه بعد اللي عمله، لا انت عاقبته قبل ما يعمل بان انت اياك تقول، تهديده بان هو لو قال ممكن يتضر وممكن يحصل له مشكله، دي عيبه في حق الاداره. الاداره مهدده المترجم انه يقول كلام معين وده مش صح. بس ده كان كل اللي عندي بخصوص دكتور علاء صادق اللي بتابعه وهفضل اتابعه، يعني بيعجبني، هو صحفي جامد مفيش مشكله، لكن في تناقضات رهيبه رهيبه، وهو ممكن يغلط في كولر عادي، كان حد تاني غلط يقول لك انتوا عايزين تدمروا الاهلي، اي حد يغلط وانا ضد الغلط منه او من غيره وانا ما بغلطش، بس الغريب ان اللي بيعترض نفسه انتوا بتهاجموه. وباشمهندس عادل بدا يعني يصلح مساره شويه في اخر حلقتين اتفرجت له عليهم في ملك وكتابه، لان كان كلامه دايما فيه نقد جامد للجماهير وبيحاول ان هو يحامي على الاداره بشكل ازيد من اللازم. وعلى رغم ذلك انا معاك انك تحامي على قناه النادي الاهلي للاداره، بس لازم تبقى واخد بالك وانت بتحامي للاداره، اتكلم معاهم انت في الديره في الغرف المغلقه، قول لهم ان في نقط 1 2 3 محدش اخد باله اهلاوي من جوه القناه او من مجلس الاداره او من الناس المهتمين، يا جماعه اللعيبه لازم تقرب للجمهور اكتر من كده في تحيتهم بعد المباراه، محدش اخد باله من دي. وفي الاخر الكلمه اللي كابتن الباشمهندس عادل بيقولها، حبوا الاهلي كما وجدتموه، تمام، انا طلعت لقيت نفسي اهلاوي ولقيته على مبادئ اما جه الجمهور طلب من اللعيبه انها تيجي عشان بعض الهجوم اللي هجموه عليها فاللعيبه تتقمص، ومدير الرياضي اللي هو دلوقتي القائم بعمل مدير الكوره كان محمد رمضان مدير رياضي قال لهم لا ما تطلعوش، ومفيش رد فعل من الاداره، مش ده الاهلي اللي انا لقيته. لو انت بتقول لي الاهلي اللي يحبوا الاهلي كما وجدتوه مش ده اللي انا لقيته، ان هو ضعيف كده ومتخبط والناس كلها بتعمل فيه وما بيردش، اه ماشي، انك انت تبقى مهذب محترم حاجه جميله، احنا نحب النادي الاهلي ادارته تكون حاجه راقيه، في نفس الوقت لازم تدي بيان قوي
مقاطعه القنوات اللي هتحصل منها مشاكل، اللي بتهاجمنا، اللي فيها برامج بتهاجمنا. مش هنتكلم في القناه دي، ولا لعيبتنا تطلع فيها، ولا هيحصل معاهم لقاءات بعد المباريات. في اجراءات بسيطه حتى في دي انتوا الاداره ما بتعملهاش. لا، ولو اتكلمت على الاداره انت كده كفايه وكده. في النهايه ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله، تشتركوا في القناه، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وفي قلب منهم غزه، وربنا يحمي الوطن العربي كله في قلب منه مصر. سلام.